أنا عمري ما كنت متخيل إن ليلة واحدة ممكن تغير لي حياتي كلها. بس اللي حصل في المشرحة دي خلاني لحد دلوقتي مش عارف أنام من غير نور. أنا اسمي كريم، شاب عادي كنت بدور على شغل، لحد ما واحد صاحبي قال لي إن في وظيفة حارس ليلي في مشرحة قديمة على أطراف القاهرة. الفلوس كانت كويسة، وأنا قلت يعني إيه المشكلة؟ المشرحة زيها زي أي مبنى مهجور، هو في إيه يخوف؟ وصلت المكان حوالي 11 بالليل. المبنى قديم قوي، الحيطان مليانة تشققات، الإزاز مكسور. أول ما دخلت حسيت بريحة تخنق، مزيج بين رطوبة قديمة وفورمالين ناشف. والفورمالين ده للي ما يعرفوش ده مادة بيستخدموها في الطب الشرعي لحفظ الجثث من التعفن. المكان كان هادي بشكل مش طبيعي، والهدوء ده ساعات بيكون أخطر من أي دوشة. الممرات كانت طويلة والإضاءة صفرة وضعيفة، وانت ماشي تحس البلاط تحت رجلك بيعمل صوت غريب. كان مطلوب مني أقعد في أوضة صغيرة جنب غرفة التبريد. غرفة التبريد دي الغرفة اللي بيحفظوا فيها الجثث، جوه تلاجات كبيرة عبارة عن أدراج معدنية كبيرة على قد حجم الجثة. وطلبوا مني إن أعمل جولة كل شوية أتأكد إن كل حاجة تمام. أول نص ساعة عدت عادي، قعدت على الكرسي شربت شاي وبدأت أقول لنفسي كلهم كبروا الموضوع على الفاضي، مفيش حاجة تخوف هنا. لكن فجأة سمعت صوت خطوات تقيلة جاية من الممر الطويل. الأول قلت يمكن عامل نظافة أو دكتور نسي حاجة، لكن لما خرجت بالكشاف الممر كان فاضي. ناديت وقلت مين هناك؟ أنا سامع صوت خطواتك، لكن محدش رد. حسيت إن الصوت جاي من غرفة التبريد. دخلت، والغريب مش إن الخطوات بس وقفت، الغريب إني شفت باب من أبواب التلاجات بيتحرك، بيفتح لوحده ببطء. تخيل باب حديد تقيل بيفتح من غير ما حد يلمسه. ساعتها قلبي دق بسرعة، وقبل ما ألحق أعمل حاجة سمعت همسة، صوت واطي جدا بيقولي اطلع برا. أنا وقتها كنت متجمد قدام الباب اللي فتح لوحده، كشاف النور اللي في إيدي بيترعش مع رعشة إيدي. بصيت جوه التلاجة، كانت فاضية، مفيش جثة. وأنا واقف حسيت إن في صوت جاي من جوه التلاجة، مش صوت واحد، أصوات كتيرة جوه بعض، كأنها مجموعة ناس بتهمس في نفس الوقت. قربت ودني شوية والهمس بقى أوضح. مشيت ليه؟ ليه سبتنا؟ ارجع. رجعت بسرعة وقفلت الباب جامد، وأنا لسه باصص للتلاجة قبل ما ألف سمعت خبطة قوية جاية من جوه التلاجة، كأن في حد بيخبط من جوه بإيده. جريت بسرعة ناحية الأوضة الصغيرة اللي كنت قاعد فيها، وقلبي هيتخلع من جسمي. لكن قبل ما أوصل لقيت النور اللي في الممر بدأ يقطع، يطفي وينور، لحد ما فجأة ولع كله مرة واحدة. وظهر في آخر الممر شخص كان طويل جدا، لابس كفن أبيض زي اللي بيكفنوا بيه الموتى، ووشه ملفوف بشاش، مفيش ملامح، مجرد خطوط دم متجمدة على القماش. واقف ثابت بس جسمه يتنفس ببطء، صوت نفسه مالي الممر كله. أنا مش قادر أتحرك، كان بيقرب مني خطوة ورا التانية، وأنا رجلي مش مطوعاني عشان أجري. وأول ما وقف عند النور لاحظت حاجة، إيده مش طبيعية، طويلة بشكل مرعب، وصوابعه معوجة كأنها مكسورة. مد إيده ناحيتي وبصوت غليظ جدا قال لي مفيش خروج. الكشاف وقع من إيدي والنور انطفى فجأة. الممر غرق في الضلمة، وأنا مش سامع غير صوت أنفاسه وهو بيقرب، وصوت جر الكفن على الأرض مع كل خطوة. الضلمة كانت تخنق، حسيت كأني مش في المشرحة، كأني في فراغ أسود ملوش نهاية. صوت نفسه بيقرب مني وهوا بارد بيخبط في وشي. مديت إيدي على الأرض أدور على الكشاف، لحد ما صوابعي لمست حاجة طرية،
مش الكشاف، ده كان إيد. سحبت إيدي بسرعة، لكن الإيد مسكتني وبصوت كأنه مخنوق قال لي خليك معانا متسيبناش. صرخت وشديت إيدي لحد ما الإيد سابتني، لكن في اللحظة دي النور رجع يقطع تاني، وفجأة لقيت نفسي واقف جوه غرفة التشريح نفسها. مش فاكر ازاي وصلت هنا. الغرفة مليانة سراير حديد عليها جثث متغطية بملايات بيضة. أنا متسمر مكاني، وكل ما النور يقطع ألاحظ إن واحدة من الجثث اتحركت شوية. مرة إيد بتترفع، مرة الراس بتتعدل، مرة الكفن بيتزحلق على الأرض، وبعد آخر مرة النور قطع وجه فيها كل الجثث قامت قعدت. سمعت أصوات عظم بيتكسر، وشفت وشوش متعفنة وعيون مخيفة، وكلهم بيبصوا عليا وقالوا مع بعض في نفس الوقت انت اتأخرت، احنا كنا مستنيينك. أنا رجعت لورا بسرعة، جسمي بيترعش، لكن باب الغرفة الحديد اتقفل ورايا بقوة. الجثث نزلت من على السراير وبدأت تتحرك ناحيتي. رجلي بتترعش ومش راضية تشيلني. قرب مني واحد نص وشه كأنه متاكل، فتح بقه واتكلم بصوت تخين كنا هنا قبلك وانت بقيت واحد مننا. في اللحظة دي حسيت ان في نفس سخن جاي من ورايا، ولما لفيت لقيت الكيان الطويل اللي بشاش واقف ورايا. ايده الطويلة مسكت رقبتي وضغطت بقوة. الدنيا كلها بقت بتضلم قدام عيني وانا بفقد وعي. اخر حاجة سمعتها كانت اصوات كتير بتضحك، ضحك مجنون، ضحك يغرق المشرحة كلها. بعد ما فقدت الوعي جوه المشرحة صحيت وانا محبوس في مكان ضيق جدا، حواليا ضلمة تخنق وريحة عفن وبرد شديد. مديت ايدي احس في ايه حواليا، لقيت حواليا معدن بارد. قلبي دق بسرعة، انا جوه واحدة من الثلاجات. بدأت اخبط بكل قوتي وصرخت لحد ما صوتي راح، لكن بره كان في صوت خطوات بطيئة، مش خطوات شخص واحد، دي خطوات كتير، كأن المكان كله مليان ناس ماشية. الأصوات قربت ووقفت قدام التلاجة اللي أنا فيها. بعد ساعات من الضلمة والصوت المميت فقدت الإحساس بالوقت. كنت فاكر إن خلاص هما دفنوني حي، لحد ما سمعت صوت عالي، صوت باب حديد كبير بيتفتح، وفجأة النور ضرب عيني. الباب المعدن اللي قدامي اتفتح، شفت ناس واقفة قدامي، كانوا عمال المشرحة والناس اللي معاهم. واحد فيهم صرخ وقال يا نهار اسود، ده لسه عايش. طلعوني من جوه التلاجة، جسمي كله أزرق من البرد وإيدي متشققة من كتر الخبط. بعد ما خرجوني شافوا منظر خلى شعرهم يشيب. على باب التلاجة من جوه كان مكتوب بخطوط دم باهتة سيبوه، ده خلاص بقى بتاعنا. كل اللي كانوا واقفين اتجمدوا في مكانهم. أنا كنت بترعش وعايز أصرخ بعلو صوتي وأقول لهم مشوني من هنا، لكن لساني اتشل. والغريب إني وأنا خارج من الغرفة شفت بعيني إن باب التلاجة بيتقفل لوحده من وراهم، وبيتقفل ببطء كأنه بيقول لسه هنرجع لك. من يوم ما كريم خرج من جوه التلاجة وهو ما اتكلمش تاني. كل اللي بيعمله إنه يقعد ساكت ويبص قدامه كأنه سامع أصوات محدش غيره بيسمعها. يمكن المشرحة سابته يخرج، لكن أكيد علمت على روحه للأبد. السؤال دلوقتي، انتوا لو لقيتوا نفسكم جوه مكان زي ده تفتكروا هتقدروا تطلعوا منه ولا هتبقوا واحد من سكانه؟ اكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات. لو القصة دي خلتكم
تحسوا بقلبكم وهو بيدق من الرعب، دوسوا لايك واشتركوا في القناة واستنوا اللي جاي، لأن اللي جاي أرعب وأخطر. بس قبل ما تخرج من الفيديو اتأكد إن باب التلاجة اللي وراك مقفول كويس.